هل تساءلت يوماً لماذا هناك من يحقق أحلامه وآخرون يبقون في أماكنهم رغم أنهم يملكون نفس الفرص؟ هل السر في الذكاء أم في الحظ؟ أم أن هناك شيئاً آخر يميزهم؟ الحقيقة أن السر ليس في القدرات، بل في العادات. تلك التفاصيل الصغيرة التي تكررها كل يوم دون أن تشعر هي ما تصنعك أو تعطلك. أسأل نفسك الآن: ما أول شيء تفعله عندما تستيقظ؟ هل تمسك بهاتفك؟ هل تؤجل مهامك؟ هل تبدأ يومك بطاقة حقيقية أم فوضى؟ في هذا الفيديو سأكشف لك 16 عادة صباحية وسلوكية يتبعها أنجح الناس وأكثرهم تأثيراً في العالم. هل أنت مستعد؟ لنبدأ. العادة الأولى: الاستيقاظ المبكر. الصباح وقت الأبطال، الهدوء، صفاء الذهن، ووضوح الأهداف. جرب أن تستيقظ قبل الآخرين بساعة وشاهد كيف يتغير يومك بالكامل. الثانية: لا تضغط زر الغفوة. تلك الدقائق التي تظنها راحة تسرق من يومك نشاطك. انهض فوراً. افتح الستائر. دع ضوء الصباح يصافح وجهك. الثالثة: مارس الرياضة. حتى 10 دقائق من الحركة كافية لتغيير مزاجك بالكامل. تحرك، جسمك يحتاج أن يشعر بالحياة. الرابعة: الاستحمام بالماء البارد. أعلم، يبدو قاسياً، لكن الناجحين يفعلونه لأنهم يعلمون أن الراحة عدو التطور. كلما تواجه صدمة البرد، أنت تبني في داخلك الصلابة والانضباط. الخامسة: اكتب مهامك اليومية. ورقة صغيرة، خطة واضحة، عقل خفيف من الفوضى. اكتب ونفذ واشطب مهمة تلو الأخرى. هذا الشعور بالإنجاز لا يقدر بثمن. السادسة: التأمل أو التنفس العميق. 5 دقائق فقط من الهدوء تصنع فرقاً هائلاً. ابدأ يومك بصمت قبل أن يبدأ العالم بالضجيج. السابعة: فطور صحي. امنح جسدك ما يحتاجه ليخدمك اليوم كله. ابتعد عن السكر وابدأ بالبروتين والماء والفواكه. الثامنة: لا تبدأ يومك بالهاتف. أول ما يراه عقلك صباحاً يحدد طاقتك لليوم كله. لا تبدأ بالضجيج، ابدأ بنفسك أولاً. التاسعة: اقرأ كل صباح ولو ل5 دقائق. المعلومة الأولى التي تدخل عقلك تحدد اتجاهك الفكري ليومك. العاشرة: دون مشاعرك وأفكارك. سطران فقط كل صباح قد يغيران طريقة تفكيرك في حياتك. الحادية عشرة: مارس الامتنان. فكر في 3 نعم تمتلكها اليوم. الامتنان ليس رفاهية.
إنه طاقة إيجابية تعيد ترتيب يومك. 12. راجع أهدافك كل صباح. ذكر نفسك لماذا تفعل ما تفعله. ضع هدفك أمام عينيك وستتوقف عن المماطلة. 13. استخدم قاعدة ال5 دقائق. ابدأ أي مهمة ل5 دقائق فقط، ستجد نفسك أكملتها بالكامل. البدء هو أصعب خطوة، لكن بعد البدء كل شيء أسهل. 14. قل كلمة طيبة لشخص واحد يومياً. النجاح ليس فقط إنجازات، بل طاقة نرسلها للعالم. 15. تعلم شيئاً جديداً كل يوم. مهارة، معلومة، فكرة. النمو عادة لا يتخلى عنها الناجحون. 16. قيم يومك قبل النوم. ما الذي أنجزته وما الذي تعلمته؟ النجاح لا يبنى في الصباح فقط، بل في لحظة الصدق مع نفسك في نهاية اليوم. راقب عاداتك، فهي تصنعك بصمت، وكل صباح جديد فرصة لتصبح نسخة أفضل من نفسك. فأخبرني الآن، أي عادة ستبدأ بها من الغد؟ شاركنا رأيك، ولا تنسى أن التغيير لا يحتاج معجزة، بل قراراً صغيراً يتكرر كل يوم.